طيب هل المطاعم السوري بتعمل اكل احسن من المطاعم المصري؟ يعني دلوقتي لقيت مطعمين فاتحين جنب بعض، واحد مصري اسمه فايف روسترز واللي فاتح جنبه مطعم سوري اسمه عروس دمشق، فانا جبت من الاثنين نفس الاوردر بالظبط، وهنشوف بقى مين فيهم بيعمل اكل احسن. ونبدا اول حاجه بسندوتش الفرايد تشيكن. نبدا كده طيب بالسندوتش المصري. كطعم سندوتش سوبريم فهو عالمي، بس اكتر حاجه خدمه السندوتش ده هو صوص جبنه كده ظابط الطعم جدا. خش بقى على السندوتش السوري. او الاحساس هنا بقى مختلف تماما، بس الصراحه ده سندوتش مخدوم لحد اخره، فهو ده طعمه جامد جدا. بس انا الصراحه لما عاوز اميل كده سندوتش فاست فود والحاجات دي كلها، فاعمل لي السندوتش المصري وانا مغمض. نركن بقى السندوتشات على جنب ونخش بقى في المهم وهي وجبه الفرايد تشيكن. مبدئيا كده ده فرق الشكل والحجم ما بين الصدر المصري والصدر السوري. نشوف كده بقى صدر فايف روسترز. حلو قوي. نخش بقى على وجبه السوري. هي الفراخ نضيفه عشان ملحمه فطعمها اقوى، بس للاسف الفراخ حاسسها مزيته شويتين ثلاثه، وبعدها مش حاسس باي طعم تتبيله. فمن الاخر كده لو انت نفسك هفاك على اكل غربي من اللي هو الفرايد تشيكن والحاجات دي كلها، فالمصري يكسب باكتساح.